السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ شايفين النهارده انا عامله معاكم مكرونه بشاميل. شايفينها اهي، عملتها وخلصتها. بنقطعها بقى مع بعض اهو. تعالوا مع بعض نطلع قطعه كده نشوفها شكلها عامل ازاي. شايفين اهي وانا بطلعها، شايفين سخنه مولعه بس جميله جدا. بص المكونات انا عاملاها النهارده بصدور الفراخ والفلفل الالوان والفلفل الحار. بصوا جميلة ازاي، الله على الجمال وعلى السخونية ولا الريحة بقى والطعم حكاية. شوف انا دي كلت معاكم اهو بدوقها، ولا الالوان اللي جواها تفرح كده وتدفينا في الشتاء. جميلة قوي قوي قوي. يلا بقى مع بعض نشوف عملناها ازاي. انا هنا عملت ايه، جبت 4 بصلات وفرمتهم في الكبة، وقطعت صدور الفراخ، هما دول صدرين فراخ كبار، قطعتهم زي ما انتم شايفين بالطريقة دي كده اهو. وهنا بقى بسلق المكرونة، حطيتها تستلق مية وملح وحطيتها على النار تستلق بالطريقة دي. وهنا قطعت قرن فلفل حار وحطيته، وحطيت طماطمايه زي ما انتم شايفين برضو اهو في الفيديو. وهقلب كل ده مع بعض كده، وهجيب فلفل الوان برضو واقطعه قطع صغننه زي ما انتم شايفينها كده، ونقلب كله مع بعضه. طبعا كل ده انا عاملاه بايه، بمعلقتين سمنه. عملتها هنا المكرونه اهي معانا بتستلق، وهنا البانيه الفراخ اللي هي ايه الصدور اهي. خلاص هنا كده المكرونه خلاص اتسلقت وخلصت، وهنا خلاص الفراخ خلصت. تعالوا بقى نعمل مع بعض البشاميل. البشاميل اللي عملته ازاي، حطيت 3 معالق سمنه و3 معالق دقيق، واهو بحمرهم معاكم اهو بالطريقه دي شايفين. ونفضل نقلب نقلب كده عشان ما تكلكعش مننا. انا رجعت لكم تاني بوريكم الفراخ وهي بتخلص، والمكرونه اهي معانا. بشاميل اهي بتعمل معانا، بتغلي معانا اهي. هنبتدي بقى نجيب اللبن وننزله على المكرونه على البشاميل. نقلب 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 تقليب حلو قوي زي ما انتم شايفين كده، عشان ما يبقاش فيه كلكعه في الدقيق. الدقيق ما يكلكعش يعني. بناخد برضو شويه وقت كده واحنا بنقلب، وبعدين هنبقى ننزل باللبن اهو. نزلنا باللبن اهو، لتر لبن كيلو يعني. وافضل اقلب كده، اقلب 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 لغايه لما تديني القوام اللي انا عايزاه، وتبقى سايله كده عشان ننزلها على المكرونه. شايفين اهو بكمل بقيه الكيلو اللبن. طبعا انا غاليه اللبن ده. خلاص كده انا حطيت اللبن، ودي بقلبها شويه كده عشان انا عايزاها ناشفه، مش عايزاها فيها صوص او حاجه عشان تنزل في المكرونه ما تبقاش صيصه. خلاص البشاميل اللي عندي هنا خلص. انا حطيت هنا ملح وفلفل بس. يلا جبنا بقى الصاج بتاعنا، وخدت بشاميل من اللي انا عاملاه ده، وحطيته في القعر بتاع الصاج، في ارضيه الصاج. خلاص هننزل بقى بكميه المكرونه، نص كميه المكرونه. نزلت بنص كميه المكرونه زي ما انتوا شايفينها بالطريقه دي كده. بسويها بس عشان تبقى القطعه، كل ما تطلع القطعه تبقى متساويه كلها مقاس بعض. جبت برضو شويه بشاميل وحطيتهم فوق المكرونه، وهنزل بقى بقطع الفراخ الجميله اللي عاملينها مع بعض بالبصل والفلفل الالوان، ورصيتهم زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي كده اهو. هنزل بقى بكميه المكرونه التانية. نزلنا بكميه المكرونه التانية وفوقيها بقيه البشاميل اللي باقي، واساوي بقى الصينيه بتاعتي الصاج بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. ونرش جبنه موزاريلا وندخلها الفرن على درجه حراره 200، ولما تطلع هتبقى بالشكل ده. واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.